بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طبق بسله باللحمه. انا عارفه البسله مش من الخضار اللي هو محبوب لمعظم من الناس، بس النهارده هنعملها بطريقه جميله هتخليكي تاكليها بألذ طعم. بس قبل ما نبدا الفيديو، دي قناه هند سليم. اللي لسه بيتفرج عليا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد، وشير ولايك وسبسكرايب. ويلا بينا نشوف هنعمل الطبق بتاعنا ازاي. هنجيب حلة معايا على النار، حطي فيها معلقتين سمنة ومعلقة أو 2 من الزيت. حط معايا هنا نص كيلو من اللحمة، هحطها والزيت سخن عشان ايه؟ تاخد الصدمة، علشان الدم يتكبس فيها. ما تحطيهاش والزيت بارد لسه مسخنش، تاخد الصدمة معايا وتتشوح عشان كمان الدم يتحبس جواها ما تنزلش الفوائد اللي فيها. هتتشوح معايا كده من الوش الاولاني، وهرش عليها شوية فلفل اسود، وبعدين هقلبها على الناحية التانية. برضو هعمل نفس الطريقة، هسيبها تاخد اللون وهرش رشة فلفل اسود على الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنا هسيبها معايا كده حوالي 10 دقايق تتشوح معايا، وبعدين بصلاية كده كبيرة او وسط زي ما تحبي، واقطعها 4 واحطها فوقيها، واغطي الحله كده، اسيبها برضو حوالي 10 دقايق على النار لحد ما تاخد تنزل الصوص بتاعها، وهتاخد برضو من السوا. هنا بقى هي اجيب كوبايتين كبار من الميه، ويا ريت الميه تكون مغليه علشان عمليه السوا تتم على طول. هنا غطي الحله بقى واسيبها على النار لحد ما تستوي السوا الكامل بتاعها، تسيبيها تاخد وتدي مع نفسها. هنا خدت معايا حوالي من ساعه الا ربع لساعه على النار. انا مش عاوزه اسوي اللحمه سوا كامل، هسويها 3/4 سوا علشان لسه هسويها مع البسله. هنا بقى هجيب الحله معايا برضو معلقتين من السمنه، معلقتين 3 من الزيت، وهنزل ببصلايه كبيره مبشوره. ايدك عليها بقى قلبيها لحد ما تصفر معاكي وتاخد اللون الذهبي. هنزل عليها بالبسله هشوحها معايا، هفضل اشوح فيها كده لحد يعني حوالي كده 5 دقايق على النار. بعدين انزل باللحمه، مش هشوح اللحمه معاها كتير، بس ان اللحمه تاخد من الريحه بتاعه الخضار. هنا بقى معايا كوبايه من عصير الطماطم، ولو الطماطم فاتحه معاكي يعني حطي لها معلقه من الصلصه الجاهزه علشان تعزز اللون وياكي وعلشان تديله حمار. لو الطماطم اللي انت حاطاه احمر مفيش داعي ان انت تضيفي الصلصه. هنا بقى معايا كوبايتين من الشوربه اللي احنا سوينا منها اللحمه، انزل بيها. معايا بقى معلقه من الكمون، معلقه من البهارات السبعه، ومعلقه من الملح، وانزل بيهم واغطي الحله واسيبها لحد ما تستوي معايا. هنا يدوب اخدت ربع ساعه بس على النار او 10 دقايق بالكتير، ويكون الخضار استوى واللحمه كده كده يعني مستويه 3/4 سوا معايا. دي البسله بعد ما استوت معايا على النار بقت بالشكل ده جميله جدا، والخطوه دي فرقت معايا في السوا جميله جدا، وبالهنا والشفا.